السلام عليكم في قناة أنير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة دائما يا ربي. بالنسبة للفيديو ديال اليوم كما كتلاحظوا غادي نديروا املو ديال اللوز بطريقة سهلة كالمعتاد، مكونات بسيطة. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر. بطبيعة الحال الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، التعليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم تعم الفائدة. واللي مازال ما مشترك في القناة يشترك في القناة ويضغط على الجرس يوصل كل جديد. ندوز دابا المقادير والطريقة في نفس الوقت. عندي هنا تقريبا 150 غرام ديال اللوز، وغادي نستعمل نص ديال الكمية يعني 70 غرام 75 غرام ديال الزنجلان اللي طبيعة الحال نقيتهم وحمرتهم. عندي هنا 3 المعالق ديال العسل، انا هنا استعملت العسل ديال العلف، وغادي نستعمل هنا تقريبا كاس ديال زيت الزيتون، كاس ديال عنبه ديال زيت الزيتون. في واحد الطحانه كما كتلاحظوا غادي نوضع اللوز والزنجلان وغادي نطحنهم مزيان، غنطحنهم حتى نحصلوا على هذا الخليط على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا في الصوره. هنا غادي نضيف ليهم 3 المعالق ديال العسل، وغادي نضيف ليهم تقريبا كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، وغادي نطحنو مزيان. من بعد ما طحنتو مازال جاني على الشكل هذا، كنضيف ليه تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون، يعني في المجموع وضعت كاس ونصف من زيت الزيتون، وعاود طحنتو مزيان. خاص الخليط ديالنا يجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا في الصوره. يمكن لينا نعوضوا اللوز بالكاوكاو اللي كذلك غادي نحمروه ونقشروه، وكذلك يمكن لينا نعوضوا زيت الزيتون بزيت ارغان. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو يضغط على زر لايك، يضغط على زر اشتراك لاول مره كيزور القناه ديالي، وما ينساش الجرس، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم تعم الفائده. وشكرا لكم على المشاهده.